عايزينك تتكلم معانا عن بايوكي ويولي. الناس بتتخيل ان النجاح ده حاجه بتيجي باي تشانس. شخص عمل ميرج ما بين تو كونسبتس مختلفين عن بعض تماما. انا والشركاء كنا شايفين الموضوع بشكل مختلف. ازاي بقى؟ مش هكلمك عن الثقافه. اتكلم. لا ما عادش اعرف اقعد في الدرج. بدل حققوا النجاح ده هناك ييجوا يعملوا كوبي بيست. قبلها كان عندي رحله فشل مع 3-4 ايجنسيز عشان توصل عشان اوصل لللوك اند فيل اللي انت شايفه النهارده بالبراند المنتس اللي موجوده. الناس بس عارفه يعني بايوكي ده اتس ا لوكال براند. عارف الرويالتي اللي بتدفع دي بالعربي اسمها ايه؟ الاتاوه. بتسيحش تطلع في كده الحلقه بعد الحاجات اذنكم يا جماعه، لو ما طلعتش هزعل. ده بيرفكت لوكيشن ليه. انت جربته ولا لا؟ لا ما جربتوش. انا هقفل الحلقه دي ونبقى نتكلم بعد ما هجربه ما تقلقش. انت عايز توصل ليه في الاخر؟ نروح ناكل بقى كلنا. نروح ناكل وكل واحد يجيب محفظته معاه. هنجيب محفظتنا. مساء الخير، انا صبحي مراد وده ريتوكس. النهارده معانا حلقه جديده من ريتوكس عن الريتيل مع واحد من اكتر الحاجات الترند الموجوده دلوقتي في مصر، الخاصه ريليتد بجين زي، بيحبوها جدا. شخص عمل يعني ميرج ما بين تو كونسبتس مختلفين عن بعض تماما، تشيكن وايس كريم، وبفتحهم جنب بعض وقدر ان هو يعمل المعادله دي. معانا شريف امام، فاوندر اوف one of the founder of بايوكي بيولي. ويلكم شريف. اهلا. مساء الخير. ازيك يا صبحي؟ عايزينك تتكلم معانا عن بايوكي ويولي كبدايه، بس تعرفنا كده اولا تقول لنا شورت كده زي اختصار الجيرني بتاعتك. انت عايز نبدا من الباك جراوند بتاعتي ولا احكي لك حكايه بايوكي ويولي بتاعتك وبعد كده بايوكي ويولي؟ بس دي انا طول عمري كنت بشتغل في الاندستري بتاعت التليكوميونيكيشن. عمري ما كان ليا علاقه بالاف ام بي خالص. انا علاقتي بالاف ام بي ابتدت من حوالي 10-11 سنه بس، ودي جت نتيجه ان انا كنت عايش بره مصر فتره طويله قوي في الاندستري الثانيه دي، وسافرت بلاد كتير وشفت حاجات كتير، وكان ليا نصيب اني اتعرف بناس قويه جدا 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 في البيزنس في الصناعه بتاعه الاف ام بي، زي الفاوندر بتاع ناندوز. وبرده كان في تو برادرز، اخين، برده كان ليهم قصه لطيفه. هم كانوا اوريجينالي من اليونان، جريك، وهاجروا لساوث افريكا برده، وعملوا براند اسمه اوشن باسكت. جه مصر قبل كده. جه مصر وقفل صحيح. الناس دي برضو كان ليهم انفلونس في موضوع ان انا غيرت الدايركشن بتاع القصه. كان في طبعا رحله طويله كان فيها اخفاقات كتير هنجي الاخفاقات في النص. مش هكلمك عن اخفاقات، تتكلم. لا ما عادش اعرف اقعد في الدرج. انا جاي ابسط الناس. احنا جايبينك كموديل ناجح سكسس، فعايزين الناس تتعلم احنا منك. لسه في محاولات النجاح، لسه ما اقدرش اقول على نفسي ان احنا نجحنا خلاص، بس وقفت على الارض بصراحه قدام الناس كلها، يعني قدام الماركت في مصر. الناس كلها مفيش حد مش عارف الكونسبت خلاص يعني. برضو على حسب انت الاوبجكتيف بتاعك من الحدوته، ايه الهدف بتاعك، انت عايز توصل لايه في الاخر. انا النهارده في ناس في موديل بيبقى عايز يعمل مطعم واحد بس ويبقى ناجح المطعم ده، وهو بالنسبه له كده موديل نفسه، وهتلاقيها دايما في هيدن جيمز. زي مثلا لو رحت لاوز باستا وقلت له انا عايز فرانشايز، يقول لك لا. هو هيز فاين وذ اللي هو فيه دلوقتي، بالنسبه له ده. في ناس تانية لا، انا عايز ابقى اغطي القاهره، هو موجود في القاهره كلها. في ناس تانية لا، انا عايز اغطي الجمهوريه. في ناس تانية عايزه تعمل انفراستراكشر عشان تفتح بره مصر ويبقى لها تواجد في بلاد تانية، which is totally different story. So بايوكي you created بايوكي من الأول from scratch. We created بايوكي من السكراتش عشان الناس بس عارفة يعني بايوكي ده it's a local brand، يعني الشكل والألوان والكواليتي اللي احنا بنشوفها و very very high quality، والمطاعم اللي شكلها حلو والألوان الخطيرة والكونسبت ده مصري 100%. مصري 100%، والتعامل بإيدين مصريين. يعني الوحيد اللي كان عنصر أجنبي في الحدوتة دي هو الشيف اللي عمل الرسم بتاعت الفرخه. other than that لا، الفرخه اللي بتتفتح دي R&D، ده عمل واحد من التيم. لكن الفرخه نفسها كريسبي وبروسيس اوف اوبريشنز، لان هي راجل ايطالي، هو البراند متسمي على اسمه اساسا بايوكي، بس هو بيتكتب CH. بس احنا لما عملنا ريسيرش برضو فوكس جروب
الناس كلها كانت بتنطقها غلط، بايوتشي بايوتشي، فروحنا الكويت بقى واحنا لسه هنا في ضرب البرابره، فغيرنا الموضوع لانه بقى بايوكي بالكي عشان الناس تعرف. اوكي. لكن هذا من ده كل حاجه تانية كانت لوكال. السيده اللي عملت البراندنج مصريه، خطير وهي اصلا من اشطر خلق الله. خطير بصراحه يعني. احنا قعدنا 9 شهور نعمل في الايدنتيتي واللوجو، الكالرز والتقسيمات 9 شهور من ساعه ما بدأت معاها. انا قبلها كان عندي رحله فشل مع 3-4 ايجنسيز عشان توصل عشان اوصل لللوك اند فيل اللي انت شايفه النهارده بالبراند elements اللي موجوده. فتاني هو القصه كلها على حسب الجول، انت عايز توصل فين، فانت النهارده في انهي ستيب في الرحله الطويله اللي انت مقرر انك على حسب جولك. يعني احنا عندنا الحلم اصلا كان من الاول، والانفراستراكشر اتبنت والحدوته اتبنت والبيزنس موديل اتعمل ايوه على ان احنا نبقى موجودين في مصر والريجن في خلال 5 سنين. ربنا كرمنا والنهارده احنا عندنا في از وي سبيك عندنا 4 فروع في مصر لبايوكي ما شاء الله، وعندنا حوالي 9 ليولي، يولي وهنيجي نتكلم على يولي Okay. لان يولي از different stories. سبانيش براند. احنا اخدنا الماستر فرانشايز بتاعه في مصر والخليج. فعندنا 9 النهارده في مصر ما بين الساحل والقاهره والجيزه. بقى سنه تقريبا صح؟ احنا اول فرع لينا فتحناه كان ذا درايف، فتحناه في ابريل 2023 السنه اللي فاتت، فتقريبا سنه ونص بنتكلم في شهر 10 يبقى لنا سنه ما شاء ونص. الله برافو. وفتحنا فرعين في الرياض ليولي، واحد في ذا فيو وواحد في رياض بارك، وعندنا في البايب لاين حلو قوي. 2 ان شاء الله. وبايوكي Q1 2025 انا عارف ان انت في جده ان شاء الله. ان شاء الله ان بجد شاء الله خرجت بيه بره. حلو قوي برافو. هي دي بنقول عليها نقله نوعيه. فكره ان انت انك تروح صعبه، بس انك تنجح بره ملعبك ومش في وسط جمهورك دي محتاجه ترتيبات كتير، وهو ده اللي اخد وقت. كده ناس اللي بتسال ليه ما بتعملوش الخطوه دي، وكان جالنا ناس كتير يعني عايزين الفرنشايز، بس احنا ما كناش جاهزين. لسه ما كنتش جاهز. اللي جاي ياخد فرنشايز جاي ياخد منك النو هاو، لازم يبقى عندك ياخدها على الجاهز. ايه، ياخدها على الجاهز يعني يدفع لك فلوس بالظبط. ويدفع لك. عارف الرويالتي بتدفع دي بالعربي اسمها ايه؟ الاتاوه. اسمها كده والله. الرويالتي اللي هي الاتاوه. لو تكتب في العقود اسمها اتاوه. اه ماشي. ما هي الاتاوه دي مش عشان انت بلطجي، لا عشان انت اديت له النو هاو. بالظبط. لان النو هاو ده بتصرف عليه فلوس كتير عشان توصل طبعا. لمرحله معينه من الاستقرار فول كونسبت شامل كل حاجه. انت بتدي له بلاي بوك للماركتنج، بتدي له بلاي بوك للاوبريشنز، بتدي له ديزاين كات علشان لما يجي هو يرسم المحل بتاعه او يدي للسبلاير بتاعه لازم يبقى عنده جايد لاين. بس بيبقى محسوب قوي الفرنشايز، عشان في براندز كتير زي ما انت بتقول ما بتحبش تدي فرنشايز في الاول عشان بيبقاش. بص اصل هي الحكايه يعني محتاجه ان انت تبقى جاهز، واللي هياخد منك الفرنشايز يبقى عنده نو هاو وعنده انفراستراكشر تعرف تبني عليها. انا النهارده عشان اروح ادي انا النهارده عشان اعمل مطعم واحد فراخ لازم يبقى عندي مصنع بيسبورت الكلام ده، عشان البوست بتاعت الفرخه ما ينفعش تعمل جوه المطعم. فانا لازم لما اروح لواحد النهارده هيفتح معايا في جده، هيفتح معايا في الامارات، هيفتح معايا في اي ما يكون، لازم يبقى عنده نفس الانفراستراكشر. لازم يبقى عنده الكابابيلتيز ان هو يبقى عنده مصنع وسنترال كيتشن كبير يقدر يصنع الفرخه بالطريقه اللي هو جاي يشتري النو هاو بتاعتها. انت عندك سنترال كيتشن لبايوكي؟ عندي مصنع كامل 5 ادوار في ال1000 مصنع. طب بايوكي ويولي احنا يولي هو اتس سبانيش كونسبت ايس كريم، فروزن يوجرت وايس كريم، زيرو شوجر ادد. وبره مصر عندهم زيرو داري ادد. بس انا بحس انا اكلته كذا مره يعني انا بحسه مسكر جدا يعني. ما هي دي بقى بجد هو مسكر يعني. انا اكلته مع اولادي ومسكر. احنا كان عندنا زبون انت عارف ان انا دايما ببقى موجود على طول. يعني هتيجي فيها اراوند هتلاقيني في واحده من الدكاكين برش ميه الصبح انا متاكد. بحب شغلك يعني. كان في زبون بيجي يقعد 2-3 ساعات في يولي في ده درايف، وانا مش فاهم هو بيجي ياكل وبعدين يقعد وقدامه شنطه صغيره كده يبقى حاططها قدامه، وبعدين هيفاجئ ده ان هو بيقيس السكر. يعني هو بيقيس سكره او العظيم بعد ما بيخلص ربنا. ف
وشكله راجل فيرم كده، عارف آه. تحس ان هو ايه ضابط جيش قديم متقاعد، عارف الناس دي. فرحت داخل له عايز اعرف بقى انت بتعمل ايه. قال ان هو بيجي، هو عنده سكر، فبيجي وياكل، وبعدين يستنى نص ساعه ويقيس سكره، وبيقيس سكره قبل ما ياكل، وبيقعد ساعتين. بيلاقي فقلت له طب والدنيا تمام؟ قال لي اه تمام. انتوا بتستخدموا؟ قلت له انا يعني لو قلت لك. ده سر المهنه يا اه جماعه في الحته بتاعت السكر والزيرو شوجر. بالظبط كده. الكونسبت ده ايس كريم وده تشيكن. النجاح بتاعك بقى ان انت قدرت، انت بتفتح الاثنين مع بعض في اي مكان، تفتحهم جنب بعض مش غالبا، شرط بس يعني، اغلب الاماكن اغلب بتاعتك الاماكن فاتحهم مع الاتنين جنب بعض. بعض. طب انت ازاي تمانج يعني، او الفكره ان انت بالناس تخرج من هنا بتاكل فتخرج تحلي زي ما انت بتقول، مم. هل الكونسبت يعني انت ممكن تفصلهم عن بعض؟ انت بتقول ان انت عملتها طبعا احنا في فاتحين في مدينتي في القاهره مول يولي بس. ده لوحده وده لوحده. فتح في انا يوث فاكر ان هاب. الاثنين انت رابطهم لا ببعض لا، على في يوث طول. هاب في مراسي هو فتح لوحده، فتح في امواج على البحر لوحده، فتح في سيشل لوحده يولي. مم. ماشي. الميرج ده بس، طب الميرج ده فادك ضرك فادني يعني؟ طبعا. بص كل حاجه ليها، بتفضل ايه يعني في الموضوع؟ كل لوكيشن وله طبيعته يا صبحي. النهارده ادي لك مثال. احنا لما رحنا نفتح ذا درايف، مم. دايما انت طبعا بتاخد راي ناس حواليك، لان اتس نوت ان ايزي ديسيجن. اول فرع تفتحه هيبقى شكله عامل ازاي، بيفرق معاك كتير في اللي بعد كده. ففكره ان انت تفتح فراخ وايس كريم الاثنين في كونتينر واحد في ذا درايف بالظبط. ودرايف ثرو، دي كانت ايوه حاجه حلو. صعبه جدا جدا. والناس كانت بتقول لك ده مكان يعني انت هتفشل في المكان ده، لان ده لا مكانك ولا التارجت اودينس بتوعك، وانت رايح تبيع فراخ مشويه، والمكان ده بتاع ناس جاي تاكل جانك فود، جاي ياكل ساندوتش برجر، جاي ياكل واحده مش عارف ايه. بالظبط. الحمد لله وفقنا، واحنا كنا اول براند يعمل الفراخ درايف ثرو. وبير مان بقى ان كمان معاه يقول ازاي بقى؟ ازاي يعني ازاي الفراخ درايف ثرو؟ يعني انا دلوقتي باخد وقت قد ايه قبل ما بخش اخد بص الفرخه هو وامشي؟ التشالنج فرخه 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 لا انا ومش اكلتها فرخه، وخطيره مش وفرخه فرخه بس، كبيره فرخه وبتاخد معاها ريزوتو. يعني بالظبط. انت اكنك داخل تقعد تاكل في كاجوال دايننج، انت مش بالظبط. ما داخل. انا ازاي درايف ثرو بقى انت ازاي؟ او بتاخد وقت قد ايه، او ايه اللي انت بتحضره يعني؟ دي حاجه ممكن حتى هي فكره، طبعا مش عايزين ناخد الفكره كلها، بس قول لنا يعني ازاي قدرت تطبقها بنجاح يعني. هي القصه كلها علشان ده يحصل، هو القصه كلها في التيك تايم بتاع تطلعها في قد ايه. بالظبط. الحكايه دي كلها اوبريشنز، وانت بتذاكر، وبعدين في بقى تراي اند ايرور، تفضل تجرب، وبعدين تحسن وتنهانس لحد ما توصل. يعني احنا اول ما بدانا كانت الاوردر بياخد في الدرايف ثرو 22 دقيقه، بالظبط. just too much، طبعا كتير جدا جدا. كتير. وبعدين شويه تغييرات في المطبخ بعد حوالي 6 شهور نزلت الكلام ده ل 17 ده انك تنزل من 22 17. 5 دقايق برضو كتير. لا حلو. لا حلو ان انت نجاح لا ده يعني. مجهود رهيب. يعني اه. الناس اللي بتشتغل في الصناعه دي عارفين ان دي حاجه عارف. مش سهله خالص ان انت والنهارده الحمد لله وصلنا ل 12. ده فرق شاسع. انت النهارده لما تخش على الاجريجيتورز على الابلكيشن بيوري لك انت بيوصلك الاوردر في قد ايه. فاحنا الماكس 28 29 دقيقه بيكون الاوردر عندك. اوبريشنز كل ده وراه الاوبريشنز وطريقه اوبريشنز تشغيل معدات اوبريشنز معدات والمصنع اللي هو بيسبورت الكلام ده كله، لان من غير الكلام ده ما تقدرش تنفذ الحدوته دي. انت بتقعد تنهانس في المصنع عشان تقلل الستبس بتاعه المطبخ بتاع المطعم، فتقلل الهيومن ايرور اللي هي الاخطاء البني ادمين، وتقلل التيك تايم. طيب يعني اغلب البراندز اللي بتفتح دلوقتي او النيو كونسبت او الستارت ابس بتبقى دايما عندهم في فرع حلو قوي، الاكل فيه حلو قوي وشكله حلو قوي، وتروح فرع تاني لو بقى هو نجح شويه وربنا كرمه واتعرف شويه يفتح فرع تاني في حته تانيه، وتلاقي الاكل هنا مختلف عن الاكل هنا. انت ازاي قادر تحافظ على الكواليتي بتاعتك في كل انت ساكن فين؟ انا في زايد. مش في التجمع يعني؟ بس انا باكل دايما في التجمع. طب انا هقول لك على حاجه. اكلت هنا وكلت هنا لا انا مش هكلمك، انا بكلمكش على بيوكي، انا بكلمك عموما يعني. اوكي. ما اعرفش انت تسمع القصه دي ولا لا. قبل المقاطعه كان في برانش الكي اف سي، الناس كلها كانت بتشتكي من كل الفروع
على كل البلاتفورمز اللي هي بيبقى فيها الناس بتتواصل فيما يخص الاكل. اوكي. زي باور اوف سوشيال ميديا ووطيط وكل وطيط، الكلام اللطيف ده. كانت كل الناس تقول لك ايه، روح فرع الرحاب اللي في البنزيني، روح فرع هو ده احسن فرع بالنسبه له، او الناس، اراء الناس يعني. دي بدايه الفشل. ان انت يبقى عندك مطعم في حته ومطعم في حته، ودي راجعه للاوبريشنز. هو رولز وريسبي ولاين بيلد الناس بتمشي عليه. لو حد حاد عنه او فتى فيه بيغير الطعم، لانها اجان صناعه حساسه جدا جدا، لدرجه في ايتم من الايتمز كان فيري تشالنجينج، اللي هو اللي احنا عملنا له لونش في الصيف ده، اللي هو المانجو هابانيرو. المانجو هابانيرو دي انت عشان تقدم للناس فرايد رايز معاها سويت تشيلي ومعاها قطع مانجا فريش، تخيل بقى وانت بتعمل الميكس ده فليفر بروفايل ما حصلش. ما اعرفش انت جربته ولا لا؟ لا ما جربتوش. انا هقفل الحلقه دي ونبقى نتكلم بعد ما هجربه ما تقلقش. لو الفلفل اتقطع بطريقه مختلفه عن اللي المفروض تقطع بيه، اكنك بتاكل رز محشي اللي كانت طنط بتعمله في البيت. I'm not joking. فموضوع حساس. فهي القصه كلها ايه، انت بتسات ده ايه، تايلاندي الريسبي دي ولا دي؟ لا دي اتس هواين ثينج. هواين. وعلى فكره لما نزلناها في مطاعم كتير دي فالوت عملوها هم كمان، وفي يعني 2 أو 3 من الماجازينز الكبار بتوع الاكل في مصر اتكلموا عن اكلت رز عن الفيوجن ده بالاناناس. هو انت لو تفتكر الاناناس دي اول حد عملها كانت بيتزا، ما كانش رز. ماشي. فكانت الناس تقول لك يا عم ده بيتزا بالاناناس، وبعدين بعد كده بيضربوا دلوقتي العيال بتجيب الفرايز تدبت في الايس كريم وتاكلها. فالناس في ناس بتعمل ميكس مع السلامه. المهم نرجع في الاخر كلنا. طب انت ازاي بتختار اللوكيشنز بتاعتك؟ يعني لو هي جوه ستريت لوكيشنز او انت قلت درايف في الساحل في مصر، يعني خلينا نتكلم الاول عن مصر. يعني ايه اللي انت شايفه او ايه العوامل اللي انت بتشوفها لازم تبقى متوفره عشان انا ده بيرفكت لوكيشن ليا؟ يعني مثلا يعني بص، في حاجات جينيريك اللي هو حاجات عامه، اللي هو الترافيك عامل ازاي، مين جيرانك، لو التنت ميكس او مين جيرانك في نيبرهود عامل ازاي، انت بتفتح في التجمع، بتفتح في زايد، بتفتح فين، مين التارجت اودينس بتاعك. بالظبط. ماشي. ما هو انت النهارده كل براند او كل براند له بوزيشن. اللي هو النهارده في واحد بيروح للسي، في واحد عايز يروح للاي بلس. بالظبط. ده بيحدد. دي كلها حاجات جنرال، الباركينج، الاكسسبيليتي، الفيزابيليتي، كل الحاجات دي اللي انت تعرفها. فانا الاول عايز اشوف اخاطب مين وبعد كده اروح فين. الجول بتاعك او هدفك، انت عايز تعمل ايه من اللوكيشن، من ورا اللوكيشن ده، دي قصه تانية خالص. ممكن ادي لك مثال. مثلا لما رحنا مول اوف ايجيبت عشان نفتح في مول اوف ايجيبت، اخترنا مكان، وانت راجل بقى دي حتتك ملعبك يعني. المكان كان ديد اند، والمطاعم اللي كانت موجوده فيه كانت بتستراجل بيك تايم، وكان عندهم مشاكل رهيبه في الترافيك. ومعظم المحلات اللي كانت في الحته دي كانت مقفوله. فلما رحنا واخترت المكان، ناس كتير قالت لك انت راجل مجنون، يعني انت محتاج تتعالج نفسيا، ايه اللي انت ايه ده. لكن انا والشركاء كنا شايفين الموضوع بشكل مختلف. المحل ده كان متوضب تقريبا بنسبه كبيره جدا، فكان هيوفر لك في الكابكس. حلو قوي. فده اوبجكتيف. نمره 2 محل كبير جدا جدا، والجماعه بتوع مول مصر سمحوا لي ان انا اعمل فيه التو براندز، ودي حاجه مش كومن على فكره. يعني مول اوف ايجيبت ما بيرضاش ان انت تمرج او تفتح اتنين، ان انت تعمل له، هو يديك محل فانت تعمله حاجتين. انا اسمه اتنين تماما، مالوش دعوه علاقه ببعض، هما جنب بعض بقى. في ذا درايف برضه على فكره احنا كنا اول كونتينر يتعمل فيه تو براند جنب بعض. جنب بعض في نفس الكونتينر. الاوبجكتيف التاني من الحكايه ان انت كنت عايز تبقى ليبلد، او يعني الناس تعرفك بان انت لما تروح حته بتجنريت يور اون ترافيك، فالحته بتحيا. النهارده لما تبص على الحته دي، الكلام ده في شهر 7 اللي فات، النهارده بسم الله ما شاء الله تماما هزار بقى تماما. وجي جنبك فرع ليا اقرب فرع ليا انا حافظه. فتح جنبك سيزلر هاوس والدنيا
الحته دي بقت ما شاء الله ما شاء الله طبعا على طول زحمه جدا. طبعا. عشان كده احنا بنكرر نفس التجربه مع ماف في سيتي سنتر الماظة. نفس احنا حاجه شبهها يعني. مش شبهها بس بص، الناس شافوا الدنيا عامله ازاي، وكان الامباكت على الموضوع كان عامل ازاي. احنا اول ناس هتاخد يونت في سيتي سنتر الماظة، هي اندر كونستراكشن دلوقتي في الحته بتاعه الكاجوال دايننج. احنا الوحيدين اللي موجودين فاست كاجوال في الحته دي، في الاريا بتاعت كاجوال دايننج، آه. مطاعم جنب ما بين قهوه وكوكو. حلو قوي. ده اللوكيشن بتاعنا، يبقى ما بين قهوه وكوكو في البلازا، وهنعمل التو كونسبتس جنب بعض في نفس برضه نفس سيم يونت، هي سيم يونت. وبعدين كانت بنتكلم على الفيزابيليتي والاكسسبيليتي. النهارده انت عايز تكوميونيكيت للناس على السوشيال ميديا ازاي يوصلوا لك. صح. في مول مصر هو ده كان التشالنج. عند جيت اتش 2 بالظبط. جيت اتش 2 فوق بوابه البنك الاهلي، عند السكي. في اكتر من حاجه صح. تقولها الناس تعرف توصل بيها المكان. طيب وانت بقى عندك باركينج، انت عارف الحته دي كويس، انت احييت الحته دي اصلا. انت بتركن فوق تخش من الباب، هو اول محل على ايدك اليمين، فبقى في باركينج اللي ورا. الباركينج ده كان بيبقى صحراء، النهارده ممكن اوقات تيجي بقى في حاجه يطرح لها هناك، فالناس بقت ممكن تركن هناك. بالظبط. انت عملتها ديستنيشن بعد ما كانت ديد اند فعلا. انت لما تعمل سكسسفول ستوري زي دي مع مول اوف ايجيبت، هيجي لك ديفلوبرز اقل قوه من مول اوف ايجيبت، يقول لك تعالى افتح عندي وانا اعمل لك الكابكس من اي تو زي، منهم انت مثلا، وانا قلت لك لا. شرط بتسيح تطلع في الحلقه بعد اذنكم يا جماعه، لو ما طلعتش هزعل. بتسيح لبعض كده على طول. طيب يعني. طب انت كنت بتكلمني واحنا بنتكلم قبل الحلقه ان انت بتحاول، انا عايز الناس تفهم المايند سيت بتاع حد بزنس اونر او بزنس ديفلوبمنت، او حد بيفكر ازاي يفتح في مول كبير زي دبي مول، زي مول اوف ذا اميريتس. انت كنت بتحكي لي ان انت بتدرس 1 و2 و3، ممكن تقول لنا تعملها ازاي؟ هو مش انا اللي بدرس، هو قبل ما بنخش اي ماركت، حتى لما جينا نفتح في مصر يا صبحي، احنا ما قررناش ان احنا نفتح فراخ كده من الهواء من الريح، لا احنا عملنا ماركت ريسيرش الاول ديتيلد عن طريق ايجنسي كبيره جدا، ريجنال ايجنسي، مش واحد محلي يعني. قال لنا فين الماركت جاب، يعني بيقول لك انت علشان تنجح وما تصرفش كتير في الماركتنج محتاج تعمل حاجه من 2 او من 3، اللي هو يا اما بتكرييت نيد عند الناس وتدعى لهم، يا اما بتكتشف ايه اللي الناس محتاجاه وتعمله لهم، يا اما بتعمل ريبوزيشن لحاجه وتخلق حاجه اصلا الناس ما كانتش شايفاها، تخلق نيد انت لوحدك. زي كفته مثلا، كفته الناس كلها بتاكل كباب وكفته من اول ما اتولدنا، من ايام الفراعنه. صح. كفته عمل ايه؟ عمل ريبوزيشننج للكفته، صنفين، عمل ريبوزيشننج لشكل البرزنتيشن. هو بقى رغيف عيش وفيه صباع كفته وشويه الويسكي، كلم ناس تانية خالص، وفرايس صغير بالظبط كده. فانا بعتبر ان دي شطاره ونجاح وفكر ورا الموضوع. يعني الناس بتتخيل ان النجاح ده حاجه بتيجي باي تشانس، لا طبعا، لا، الموضوع بيبقى محتاج مجهود وشقه، وهي شغلانه صعبه يعني. انت بتبقى من اصعب الشغلانات اللي بتعمل فيها مع الجمهور طبعا. فهو الريتيل كله معامله مع الجمهور بكل اشكاله واطيافه وانواعه واعماره. المهم فاحنا عملنا ماركت ريسيرش، الماركت ريسيرش طلع لنا ايه الحاجات اللي السوق المصري في الاف ام بي مفتقدها، فلقينا الحته بتاعه الروست تشيكن. فمن هنا قررنا ان احنا نعمل روست تشيكن، مش احنا جينا بروست تشيكن وقلنا هنعمل ده اما يكون، لا. وشفنا ايه مشاكله، ليه انت لو الناس اللي موجوده معانا دي كلها ورا الكاميرا، مشكلتك ايه وانت رايح تاكل فراخ مشويه في الشارع؟ ريحه ايدك. انت بتشيل هم، انت هتقعد وعظمه وتفصص وبتاع، وريحه ايدك بعد ما تخلص فراخ تبقى عايز تحكها في الحيط عشان الريحه تطلع. احنا دورنا على ازاي نحل المشاكل دي خلاص، عشان لما تخش تاخد اكسبيرينس لطيفه، لان الشغلانه اتس نوت اباوت فود، اتس اباوت اكسبيرينس كلها، فول اكسبيرينس يعني. ف طلعنا بايو كده بيزد اون ذس ماركت ريسيرش. بعدين لما جينا نفتح
وبعد ما عملنا الايدنتيتي وكله جبنا ايجنسي تاني خلاص، قالت لك نكلم الناس ازاي، وعملت ريكومنديشنز نفتح فين، كل الكلام ده كنا بنقعد نذاكر كتير قبل ما نقرر، مش بنقرر كده وخلاص. فنفس الكلام اتعمل في السعوديه قبل ما نفتح في السعوديه، واتعمل في الامارات والستاديز خلصت، في الفيز بتاعت ان احنا نوقع دلوقتي ان شاء الله مع وان اوف اكشلي تو من الباك ديفلوبرز في الريجن. احنا هنا شغالين مع عمار ومع نعم. فطيم، وهناك بنمضي مع عمار ومع الفطيم برضه. لك ان شاء الله كسروا الدنيا. ربنا يخليك. طيب بمناسبة بقى الحتة دي، هل الناس في مصر، يعني مش عايزين نتهاجم يعني، بس هل الناس في مصر عندها استعداد تدفع يعني فلوس وتاخد كمية أكبر من الأكل بغض النظر عن طعمه أو أي حاجة يعني؟ الناس انا هنا I'm not in a position to judge this، لكن هو ده واحد من ال اقول لك ايه، من الكونسبتس اللي بتتعمل، اللي هو ايه الفاليو فور ماني. انا هدي لك اكل كتير بسعر قليل او بسعر ارخص من فلانه وعلان، بس ما بيبصوش لطعمه بقى، هو كمية بيقدموا اكل كتير. بيقدموا أكل كتير بسعر قليل، ما لهمش علاقة بالطعم تماما. انت كزبون انت اللي بتقرر انت عايز تروح فين، ده موجود وده موجود. ما هو تاني انت أنا عندك قصدي السياسة دي بتنجح يعني الناس لو انت بتخاطب الناس المظبوطه في اماكنها المظبوطه بالسعر المظبوط بالكميه المظبوطه، ده النجاح. هتنجح. بالظبط. بس فهو الراجل ناجح. عندك ناس تانية موجوده بتعمل فرايد تشيكن. انا مثلا اللي في دماغي دلوقتي ديبز مثلا بتاع محمد صلاح. ماشي، ديبز بيجي في الحته بتاعت بيقدم كواليتي كويسه بسعر ريزنبل اعلى شويه من بالظبط، وبعدين بس يجي في النص. في ناس تانية بقى اعلى بكتير. ما ده قصدي بس تاني هو الاعلى بكتير ده هقول لك انا مش فاكر اسمه ايه، بس هو one of my favorite fried chicken places في مصر دلوقتي. فين؟ مش فاكر اسمه، هو اسمه اصلا مجعلص شويه. هولنبرد ولا تشيكوك؟ لا مش هولنبرد. هولنبرد one of the good ones. كويس. تشيكوك، في واحد اسمه تشيكوك، هو ده جديد لسه جديد. الراجل ده بيبيع غالي جدا جدا. ما ده اللي قصدي، انا رحت كلت عنده فرايد تشيكن كانت غاليه. طيب اوفر بس you can feel the quality في الموضوع. اولا من اول شكل البرودكت لحد شكل الباكج، وانه يحط الكولد في شنطه لوحده والهوت في شنطه، حاجات بتفرق طبعا. انت في حته تانية بتروح كله على كله حط يعني. وتغمس بقى حته فرخه بشويه كوسلو وقع فيهم شويه كوكا والبطاطس ونرجع كلنا بقى. ايوه انا بقول لك، بس انت لو تروح عند الراجل ده الكوسلو والمنديل والجلافز دي بفلوس يا جماعه. ماشي، فهو طريقه البريزنت او كل التقديم للعميل. انت داخل تاخد اكسبيرينس، انت عايز تاكل وتتبسط. مش داخل تملى بطنك. فكل واحد ليه اوبجيكتيف. انا تاني موضوع الاكل او المطاعم ده مش عن الاكل. انت خارج تتبسط، تغير جو وتاكل. واحده من الشهوات هي الاكل على فكره. طبعا. طب ايه البين بتاع الريتيلر او بتاع الاف ام بي اونر او كده يعني؟ الهيومن ريسورس the biggest pain is الموارد البشريه. الموارد البشريه انا كنت بتكلم مع تميم قبل ما نخش، فكان تميم بيقول لي انا لما بروح عايز اكل اكل حلو، مش فارق معايا حاجه تانية غير ان انا اكل حاجه حلوه. فبيقول لي انا بخش اسال الراجل عندك ايه حلو؟ ماشي، يبقى تفهم من هنا ان اول واحد بيقابل الزبون ده اهم واحد. يعني الراجل اللي بيستقبله اول لما يدخل كده من الباب. الراجل اللي واقف على الارض ده اللي هو الناس بتشوف ان شغلانته اي حد يعملها. هو الموضوع ده مهم جدا. بدايه النجاح، بدايه الحدوته. هو بدايه الحدوته البني ادم. اي حاجه في الدنيا ما بتنجحش من غير بني ادمين شغالين. لسه ما وصلناش لمرحله ان الاي اي يتيك اوفر ويليد الحاجات. لسه هنوصل بس مش دلوقتي. لكن النهارده انت اهم عامل عندك هو البني ادم اللي واقف، سواء كان بيقابل الزبون بيعرض عليه، او الكاشير اللي بياخد منه الفلوس، او الراجل اللي بيطبخ له، او الراجل اللي بينظف، او كل هو ده الحدوته. لو ده
ما كانش مظبوط الموضوع مع السلامه. فالنهارده لما واحد زي تامي يخش عليا تدي البين. يقول لي ايه، انا عايز ايه احلى حاجه عندك، انا ما اعرفش البريفرنس بتاعتك ايه في الاكل، بتحب تاكل ايه؟ انت بتحب تاكل رز، بتحب تاكل مكرونه، بتحب تاكل في نفسك؟ انا اعرف ليه؟ انا ما اعرفش. فبتقول له البست سيلر، بتدرب ناسك بقى. التدريب يعني التريننج اللي انت بتديه للناس ان هي تستقبل الناس اول لما تدخل المكان. انا بتكلم على انت بتسالني ايه البين؟ البين الهيومن resources اكبر تحدي في القصه بتاعت الشغلانه دي هي الهيومن element اللي هم البني ادمين. انه اي حد بيشوف براند نجح وباع ب 50 جنيه في اليوم يروح ياخد الشيفات بتاعته وياخد الاستاف وياخد، بقى متخيل ان هم دول اللي حققوا النجاح. ما دام حققوا النجاح ده هناك ييجوا يعملوا كوبي بيست بالظبط كده. وده وضع طبيعي. انت هتلاقي دايما الوضع الطبيعي حد عمل حاجه نجحت في 15 30 واحد بيجروا يقلدوه، في منهم اللي بينجح، في منهم اللي ربنا ما بيكتبوش توفيق. بس هي القصه او صعوبتها كلها جايه منين؟ من الهيومن element. هو ده الوجع الحقيقي. محتاج تدريب، ومحتاج بتمر بظروف صعبه فيها الماده ليها كلمه كبيره. فانت متخيل النهارده راجل مرتبه اكس، اي حد زود له المرتب ده شويه، لو انت مش عامل له حاله من stability وانه يبقى عنده يبقى لويال للمكان وحبه وبيتعلم فيه حاجه وبيقبض فيه كويس وبيتعامل حاجات كتير قوي علشان تقدر يفضل مكمل معاك، يفضل موجود معاك ويدي المكان يعني. بالظبط كده. ودي اصعب حاجه في الحدوته لانها اكتر حاجه كلفه. لان انت اي واحد النهارده في الاندستري بتاعتك عينت حد جديد حتى لو عنده اكسبيرينس علشان يبقى جزء من الحدوته اللي انت عايشها، بياخد له من 3-6 شهور على حسب الوظيفه وعلى حسب امكانيات الراجل. صح. من 3-6 شهور دول انت بتدفع مرتبه من جيبك. اللي ما بيعملش بيتعلم ما بدكش لسه ما بدكش حاجه لسه. فيبتدي يديك امتى؟ بعد 3-6 شهور. صح. طب هو ممكن بعد 6 شهور دول حد يجي ياخده على طول مع السلامه. لو ما عندوش لويال مع السلامه بقى خلاص انت والهروب اللي هو ايه، اللي هو في ثانيه، الهروب الكبير. لا مش هروب كبير، اللي هو في ثانيه، اللي هو بكره ما جايش. اكبر من الكبير. بكره ما جايش. هو بكره ما جايش. انا اصحى بكره الصبح مش موجود. اصل انا لو جات لي شغلانه في الساحل بدبل السنه فانا مش هقدر اكمل هنا. ده لو رد عليك اصلا. احنا تقريبا خلصنا، بس انا عايز اعرف منك بايوكي ويولي ايه الجديد بتاعهم؟ يعني انت ناوي تعمل فيه كام فرع؟ ايه الاكسبانشن؟ في حاجه عايز تقولها؟ عايز تعمل؟ احنا عندنا دلوقتي حاجات اون جراوند يعني خلاص. الحمد لله. احنا زي ما بقول لك سيتي سنتر الماظه هيفتح امتى؟ نوفمبر ان شاء الله، في اول 10 ايام في نوفمبر ان شاء الله. هنروح ناكل بقى كلنا. بايوكي ويولي هنروح ناكل وكل واحد يجيب محفظته معاه. هنجيب محفظتنا. في حاجه مع عمار في مفيدا على الشارع عند جيت 8. حلو قوي. بيعمل له ده على الطريق من بره. على الطريق من بره بيعملوا 2 بيلدينجز كده لزاز في مولز لطيفه. وعندنا حاجه في مدينتي ان شاء الله. ان شاء الله. ده بالنسبه. وعندنا حاجه في جولدن سكوير بس ده يولي بس. وعندنا ان شاء الله باذن الله في السعوديه يولي النخيل مول ان شاء الله. حلو قوي. وجده باذن الله Q1 2025 ان شاء الله يولي بايوكي. حلو جدا. والامارات باذن الرحمن ان شاء الله. بتبسط قوي لما تعمل فيه حاجات في مصر كده خارجه بره وتقدم نفسها بره، ان براند مصريه تفتح بره. اتس دريم طبعا. يعني احنا بنحاول، وصدقني الموضوع مش سهل، واحنا بنبذل اقصى طاقه عندنا وبنحاول نستعين باهل الخبره والناس اللي بتفهم، وما بنتحركش من غير ما بنذاكر كويس قوي. بناخد بالاسباب والنجاح على ربنا في الاخر، وما بنستخسرش. يعني انا والشركاء بصراحه نفسنا نشوف الساينج بتاعت بايوكي في على كل يافطه في كل بلد ان شاء الله نعرفها في كل حته في العالم يا رب. اخر سؤال بقى يا شريف، ايه اكتر طبق بتحبه في بايوكي، او حاجه او اكله معينه هناك، وايه اكتر حاجه بتحبها في يولي؟ هتستغرب جدا. انا عايز اعرف رايك انت الشخصي انت اللي عامل بقى. هتستغرب جدا من ايه اكتر حاجه مفضله بالنسبه لي في بايوكي. هي الفرخه واحده
مفيش فيها خلاف، يعني نفس كل حاجه. انما الاختلاف دايما بيبقى في السايد. فاحنا عندنا حاجات زي ريزوتو والفريدو باستا وايجين نودلز وفته مسخن وبتاع. فتة لا فتة مسخن. مسخن كنا عاملين كامبين كده وقت الحرب. فالمهم انا بالنسبه لي الفراخ مع ستيم درايز. احنا الستيم درايز بتاعنا ستيمد ومعاه شويه بسله وجزر كده وصوص هريسه حراق. انا بالنسبه لي ده مزجت المزيكا. طب يولي في نوع معين من الايس كريم بتحبه فيه؟ عندنا برودكت اسمه افوكادو. اوكي. وانا بحب القهوه جدا. ماشي. فهو عباره عن اسبريسو، شوت اسبريسو، وبحط عليه سوفت سيرف ايس كريم. بص السخن مع ساقع، حلوه دي، حلو مع مر. بص بيطلع حاجه في الاخر. هنجربه ده، هزار. حلوه دي، اسمه افوكادو. لما تروح تقول لهم نروح نجربه. بعد افوكادو خفيف. شريف نورتني ونورت ري توكس، وانا مبسوط جدا بالحلقه دي، ومبسوط ان انت شرفتنا هنا وان شاء الله نتقابل السنه اللي جايه والاربع فروع يبقوا 40 ويبقى وورلد وايد. مش حاسسها من قلبك. لا ازاي؟ احنا هنبقى موجودين يوم محفظتك في جيبك. محفظنا كلنا محفظنا معانا يوم 17 يوم 7/11 يوم 7/11 ان شاء الله. ان شاء الله يعني مبروك مقدما، وعقبال الفرع رقم 100 ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. شرفتني ونورت ري توكس. شكرا شريف.